السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا كلكم ان شاء الله بخير يا رب وفي احسن حال يا رب. تعالي النهارده نعمل احلى حاجه بجد تنفع في الشتاء، وكلنا طبعا لازم نبقى بنرطب وشنا ومحتاجين جدا الترطيب جدا في الشتاء. هقولك على طريقه جميله جدا مش هتقل 10 جنيه. نجيب مرطب ممتاز فوق الممتاز بعد الغسول، اي غسول عندك للبشره بتاعتك هيعجبك جدا الطريقه بتاعتي، ومش مكلفه خالص. هي مش هتزيد عن 10 جنيه. بجد حاجه كده وهم ورائعه جدا وبسيطه وسهله، وان شاء الله تعجبك. كملي بقى الفيديو للاخر وان شاء الله هيعجبك، بس ما تنسيش اللايك، ولو لسه ما اشتركتيش تنوريني تشتركي. ان شاء الله الوصفه بتاعتي هتعجبكم جدا. ان شاء الله هنعمل بقى النهارده المرطب بتاعنا الممتاز جدا بابسط طريقه عندنا، مش مكلفه خالص. قبل ما نبدا اي حاجه بنات نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالي بقى نخش على الوصفه بتاعتنا على طول من غير ما نتكلم كتير. اول حاجه هنجيب جليسرين طبي من الصيدليه، ده مهم جدا. الجليسرين ده رائع، بيرطب بطريقه ممتازه جدا وبيقفل المسامات وحاجه كده وهم بصراحه في الشتاء، حاجه جميله جدا. الجليسرين من حاجه ممتازه جدا في الشتاء طبعا. بس هقولك على طريقه يعني ممتازه جدا وبسيطه ان شاء الله. نعمل ترطيب سهل وبسيط البشره بتاعتنا. تمام. طبعا احنا بنغسل وشنا باي غسول عندك، مش مهم يعني اي غسول عندك او اي صابونه بتستخدميها لوشك، فلازم نرطب بشرتنا في الشتاء ان شاء الله لو كل يوم الصبح وبالليل على الاقل مره واحده اللي انت عايزاه، بس لازم ترطبي بشرتك. تمام. انا جايبه عندي اي ازازه فاضيه، هي كانت مكانها برفان بس انا غسلتها كويس جدا، ويعتبر دي ازازه عندي كده هي بخاخ ممتازه جدا. عملت فيها ايه بقى؟ جبت فتحت الجليسرين بتاعي وصبيت في الازازه اللي هي بخاخ. اي ازازه بخاخ عندك حطي ربعها، بس ربعها مش كتير، يعني ايه ربعها. تمام. حطينا شويه جليسرين في الازازه بتاعتنا اللي احنا هنبخوا بيها في وشنا. تمام. خلاص كده جليسرين طبي من الصيدليه، ده ب10 جنيه باين او ب9 جنيه، مش فاكره، بس هو في الحدود دي. ونجيب ميه اللي هي المفلتره اللي هي المقطره باين اللي في الصيدليه، ممتازه جدا. هنكمل بقيه الكميه عندنا بتاعه الجليسرين كلها لغايه الاخر ميه مفلتره، ونقعد نرجها كده ونستخدمها عادي خالص. ونستخدمها عادي خالص بعد ما حطينا الفازلين ربع الازازه، وبعد كده باقي ميه مفلتره، لازم ميه مفلتره بس. ده المرطب عندنا، ده حاجه جميله جدا وحاجه رائعه هتوهم بجد. ونقعد نربه كويس جدا الازازه عشان يمتزج مع بعضه. تمام. ونرش بقى، بصوا نرش عادي خالص على الوش كده من بعيد كمرطب كل يوم على الاقل. بجد بعد الغسول بتاعك حاجه كده وهم، جربيه وان شاء الله هيعجبك جدا الطريقه بتاعتي. لو عندك مسامات بقى واسعه ولا اي حاجه مشكله في بشرتك هتحبيها جدا الطريقه دي. يا ريت يا بنات تشجعوني الفتره الجايه، لان لو عندي حد عنده احباط خالص ان هو ما ينزلش فيديوهات، فتشجعوني بجد عشان اعرف انزل فيديوهات جميله. يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك وينورني. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.